بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السيد باشا المعمورة بمدينة القنيطرة الذي ينوب عن عامل صاحب الجلالة لإقليم القنيطرة المحترم. Mesdames, Messieurs, la culture joue un rôle essentiel dans le dialogue entre les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et l'islam. Car elle, la culture, permet aux croyants de comprendre et de respecter les différentes traditions et pratiques religieuses ainsi que les valeurs. إذن هذه الدورة الثانية ديال مهرجان عبير القنيطرة، وفي هذه الدورة الثانية ارتأى المنظمون باش يكون هذا اللقاء هذا يكون احتفال من خلال الثقافة ومن خلال الفن، باش يكون حوار ما بين الديانات الثلاث، الإسلام واليهودية والمسيحية. وحنا تنعرفوا بأن المملكة المغربية هي أرض الثقافات وأرض التلاقح وأرض الحوار، وصاحب الجلالة نصره الله أمير المؤمنين أكد مرارا وتكرارا على ثقافة الحوار ما بين الثقافات وما بين الشعوب. وحنا جد سعداء أننا نساهموا كجمعية في هذا الحفل الكريم اللي حسيت بأنه أعطى واحد تأثير إيجابي على الناس اللي شاركوا في هذا الحفل هذا، خاصة الطائفة اليهودية والمسيحيين المتواجدين في القنيطرة. وإحنا دائما مدينة القنيطرة اسم على مسمى، فهي قنطرة ديال دائما كانت ديال التعايش وديال الثقافات. والمغرب راه دائما تيصيفط رسائل في هذا الإطار، وأنا سعيد كمغربي أنني نساهم والجمعية ديالنا تساهم في هذا الحوار هذا، ويكون إن شاء الله مزيد من التوفيق في الدورات المقبلة إن شاء الله. Le Abel a un bel avenir. On a été très émus de voir les trois religions toutes dans la tolérance, dans le partage, l'amour, et tout ça, c'est un bonheur. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui pour célébrer cet événement en tant que représentant de la communauté juive de Kénitra. Voilà. Et on espère qu'il y aura d'autres éditions et on sera toujours là. شكرا جزيلا للصحافة المحلية على هذه التغطية الإعلامية لمهرجان عبير القنيطرة منتقى الثقافات في دورته الثانية. فكما عشت معنا السنة الماضية كانت الدورة الأولى وكانت هي دورة تأسيسية بمواضيع محلية. أما لتفعيل الهدف الأسمى لهذا المهرجان فجاء مع الدورة الثانية، وهو إشراك الثقافات الثلاث، المسيحية واليهودية والمسلمة. وذلك وقد سلمنا هذه الفكرة من شيئين اثنين. الأولى هو خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عندما التقى قداسة البابا سنة 2019 وتحدث على أن الحوار بين الأديان هو شيء قديم، ولكن ما هو مطلوب هو تطوير هذا الحوار، ولا يمكن تطويره إلا بالثقافة. إلى جانب ما هو اقتصادي واجتماعي، فتبقى الثقافة من المسائل الأساسية لتطوير هذا الحوار بين الأديان. وأنتم اليوم تعيشون معنا هذا العرس الثقافي والفني الذي أشركنا فيه الثقافات الثلاث بتوجهاتها الفنية والتراثية التي تجمعنا في هذا الوطن. ثاني شيء الذي هو ألهمنا للقيام بهذا المهرجان هو مدينة القنيطرة. فمدينة القنيطرة كما تعلمون أسست سنة 1913 بظهير من السلطان مولاي يوسف، ولكن هذه المدينة تعايشت فيها الطوائف الثلاث، المسلمة واليهودية والمسيحية، مما أعطى طبعا خاصا لمدينة القنيطرة. لذلك نريد من هذا المهرجان أن يعطي للمدينة القنيطرة ثقافة هوية. فمثلا عندما نتحدث عن مهرجان قناوة نتحدث عن مدينة التصويرة، نتحدث عن الموسيقى الروحية، نتحدث عن مدينة فاس. فإذا مستقبلا أنا أتحدث عن ملتقى الثقافات وعن الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات، سيخطر ببالنا مدينة القنيطرة. فهنيئا لهذه المدينة بهذا المهرجان.